كان عندي تحدي أباخذه، وأنا فعلا كنت صامل فيه. قال لي والد الله يطول بعمره أنت بتروح؟ قلت إيه. قال رح لا مال ولا سيارة ورني كان بالتمرجل. طبعا في البداية زي ما قلت لكم أنا شفت الموضوع قسوة، كيف الإجحاف هذا اللي ابنه والكلام ده. هذه في البداية كنظرة مراهق في نهاية الأمر. فآخر شيء طلع الأمر مبني على إذا شب الفتى 20 عاما ولم ينطح هموم المكربات فلا تفرح به إن كان حيا ولا تبكي عليه إن كان مات. فكان الأمر ذا مبني على أنه يحدد خط جميل فعلا. أخذت التحدي وطلعت. فالكلمة ذي خلتني أشيل نفسي، أعتمد على نفسي، أوقف للأمور الحالي رغم أني لو أطلبه عينه جتني، لكن أنا أخذت الكلام ذا وأخذت العهد ذا. خلاص أنا أشيل نفسي. فأخذتها تقريبا الآن الكلمة ذي مرينا يمكن 6 أو 7 سنوات، ومن وقتها اللهم لك الحمد هو تيسير من الله سبحانه. فحتى في بعض الأمور كان ممكن أنه يستكثر أني ما أكلمه. فكان مثلا أرسل لي أبيات يقول يا جميل اركض ترى الدعوة عوافي، العرب تعرفك ما تجهل ظروفك، الدراهم ناقصة ولا انت وافي، لا تشحبها ولا تبسط كفوفك. فقلت له الفريضة عند بيت الله طوافي، والمراجل ما تشاف إلا بوقوفك، لو يصيب الأرض من قدمي جفافي شدتي يا أبوي شيء من وصوفك، من قديم الوقت وفلوسي قوافي والكفوف تجود يوم انها تشوفك. فأخذت التحدي، وأنا أقدر أقول الحين إن مهما وصل جميل المنجز أو وصل جميل للنجاح، فأعرف طول الله عمرك إن النجاح اللي وصل فيه جميل، والرجل اللي أمامك أنت اللي صنعته بكلمة كان يشوفها من قسوة.